ما هو الصاع؟ الصاع هو وحدة قياس حجمية وليست وحدة قياس وزن، والصاع يساوي 4 أمداد، والمد الواحد يساوي حفنة بكفي رجل معتدل الخلقة. هذا المد وحفنة الرجل المتوسط، وهذا الصاع بارك الله فيك، هذا الصاع وهذا المد، وكان مدا حفنة بحفنة الرجل المتوسط، أيامهم كانت أيديهم كبيرة عن أيدينا. والصاع لا يمكن أن يضبط بوزن محدد، لأن الوزن يختلف باختلاف كثافة الموزون، فمثلا يختلف وزن صاع من تمر عن صاع من أرز. والخلاصة، وبعد الكيل بالصاع النبوي ثم الوزن بالمقياس الإلكتروني الدقيق، ظهر أن الوزن يتراوح ما بين 2200 جرام إلى 2800 جرام، باختلاف المأكولات الموزونة كأنواع مختلفة من التمر المجفف والمكنوز والأرز والقمح والعدس والجريش والطحين وغيرها. فالأحوط إخراج 3000 جرام عن كل شخص من أي نوع من أنواع الأطعمة المجزئة، فإن كان الصاع 2200 جرام فهي زكاة الفطر الواجبة، وال800 جرام الزائدة صدقة، وهكذا.